انا هحكي لكم قصه غريبه بس مش عجيبه. كان في واحد اسمه مامو راح كلم واحد اسمه مصر، قال له الحقني يا صاحبي انا وردت نفسي توريطه بنت لذينه في واحد صاحبي دمناج درجه اولى. فقلت له حاسب انت، اذا كان انت دمناج درجه اولى يبقى انا بعمل ايه يا حبيبي؟ انا اللي دمناج درجه اولى واللي يفصل بيننا القهوه. فقال لي ماشي يلا بينا. فتحول لي لباسم ايه سمره كده. فايه طبعا اللي يخسر هيحاسب على المشاريب. وانت عرفت يا صاحبي انا حياتي كلها سلف، فافتكرت لا مصاحبك خلي انت ضمنك درجه اولى. فلا حاسب بقى حبيبي انت بقى، حاسب انت كده بقى. انا اسمي المصري يا حبيبي، يعني اسمي ده محفور على الضمنه. اذا كان صاحبك ايه واخد مركز الاول في الضمنه فانا واخد مركز الثاني في الضمنه. قال له نعم ده كده فشل يا حبيبي، مركز تاني يعني فشل، مركز تاني يعني هنحاسب على المشاريب. قال له ده تواضع عشان ما اكسبه من غير غرور. قال له انت بتقول ايه؟ قال له طب يلا بينا بقى على القهوه عشان نلعب. هوبا راحوا ايه القهوه وقعدوا على الكراسي. فالدومنه نزل طبعا على الترابيزه. فمامو قال للمصري انزل بقى بالدش. فالمصري قال له انا عارف ريحتك قلب المكان، هجيب منين الدش دلوقتي واشغله ازاي لو جبته يعني؟ يلا نلعب دلوقتي ونروح إيه بنزل ايه في الدش ايه براحتك بقى في البيت وغيظ براحتك. قال له دش ايه؟ دش يا نخرب بيتك، هنخسر، هنحاسب على المشاريب يا غبي. العب دش يعني العب. قال له شفت مركز تاني في الضمنه؟ قال له نعم. مين قال لك كده وانت صدقتني؟ قال له نعم. قال له لا انا صح، انا مركز تاني. ايه ده في انا زي انا ده كده يبقى كومي وش بقى كله. قال له دش ايه؟ كومي ايه؟ قال له دي واحده كده بطل لعب يا باشا، انا كداب اصلا. شوف انت عاوز تشرب ايه وانا ايه مستعد، مش ايه مروحش وامسح ايه المواعين، همسح المواعين كلها، بس شوف انت هتشرب ايه. ده اخرة واحد اللي يكذب، اخرة واحد اللي يكذب.